السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في مطبخ إسراء. اليوم جيتكم بوصفة جديدة عبارة على كيكة أو تورتة بأربع طبقات بالفواكه، كتجي راقية للضيوف. فلا بغيتو تعرفوا الطريقة والمقادير فبقاو معايا وفرجة ممتعة. وكنبغي نرحب بزاف بالمشتركين اللي مشاركين معايا في القناة وبالمشتركين اللي عاد التحقوا بالقناة. كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناة وفرجة ممتعة. اما بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 2 معالق شوكولاته شعريه فيغميسيل فهو كيبقى اختياري، 2 معالق كاكاو المر، غنحتاج 3 دانون تاع الشوكولاط، ممكن تعوضوا بالشوكولاط تذوبوا في حمام مائي. وغادي نحتاج بقايا ديال الكيك اللي طحنتهم على هذا الشكل، كيف ما ممكن تعوضوه بالبسكوي. غنوضع 2 معالق تاع الشوكولاط فيغميسيل. فبالنسبه للشوكولاط كانت غير واحد القرمشه. صافي كيولي لي على الشكل حتى كنساجمهم مع بعض. من بعد كنجيب الشوكولاط، دانون تاع الشوكولاط، كنا نحاول نجمع بين العجين حتى كنحسوا به كيتجمع في الايد دينا، عاد كنتوقفوا على الطريقه. كنحاول ندخل مزيان دانون في الكيك. صافي بعد ما جمعت العجين كنجيب واحد الاطار دائري كنضع فيه الكيك، كنحاول نسرحو مزيان على المول، كنقاد لي السطح ديالو بواحد المعلقه. وكندوزو نحضروا الطبقه الثانيه. غنحتاج فيها ايجاص اللي قطعته على هذا الشكل، ونحتاج 2 ساشي ديال الفلون ديال البنان 4 غرام عفوا، ونحتاج 3 معالق تاع مايزينا نشا الذره، 3 معالق تاع السكر السنيده كيبقى حسب الذوق، ونصف لتر ديال الحليب اي 500 مليلتر. كيف ما ممكن الايجاص تعوضوه بالبنان ولا التفاح اي فاكهه عندكم. كنضع جميع العناصر كنحل نطحنهم في الخلاط الكهربائي. صافي بعد ما طحنوا كنضعهم في واحد الكاسرونه وغادي نضعهم على النار حتى ينسجم ليا العناصر تيكولي لي على شكل كريمه كيتقال بحال كنستعملوا الفلون عادي. صافي بعد ما وجد فكنحاول نحطو على الطبقه ديال الكيك، وغادي نوضعو في الثلاجه حتى تتماسك ليا الطبقه الاولى. ومن بعد ندوزو نحضروا الطبقه الثانيه اللي فيها 3 معالق تاع السكر السنيده، 3 معالق تاع نشا مايزينا اي الذره، وغادي نحتاج 24 حبه تاع الفريز اللي قطعتهم على هذا الشكل، 2 فلون تاع الفريز. وبالنسبه للماء فانا احتاجيت نصف لتر تاع الماء وضعت فيه النكهه تاع الفريز، ممكن تعوضوه بنصف لتر ديال الحليب. صافي كنبدا جميع العناصر وكنخلطهم بنفس الطريقه اللي عملت الطبقه الاولى. صافي وغادي نوضع الكسرونه وغادي نوضعها على نار تتوجد الكريمه عندي تولي على شكل كنحسوا به الفلون ديالنا تقال. كنجيب واحد المعلقه باش من نحاول ما نخسرش الطبقه الاولى باش ما تعملش ليا ثقب. صافي وغادي نوضع الطبقه الثانيه في الثلاجه حتى تتماسك مع بعضياتها. من بعد ندوزو نحضر الطبقه الثالثه اللي كنحتاج فيها 3 معالق تاع نشا الذره، 3 معالق تاع السكر السنيده، نصف لتر تاع عصير الليمون برتقال، وغادي نحتاج 2 ساشي تاع الفلون عادي. نفس الطريقه كنبقى مستمره. صافي كنوضع في كسرونه. صافي الطبقه الثالثه تماسكات كنعاود نحط فيها نفس الطريقه كنعمل المعلقه. ودي ندخل الطورطه ديالتنا للثلاجه حتى تتماسك وعاد نخرجها. فممكن انا خليتها غير 4 ديال السوايع، وممكن نتوما تخليوها ليله كامله من الاحسن. فغندوزو باش نحضرها في طبق تقديم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه، فكتجي راقيه بزاف. كنتمنى بان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم،
ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتعملوا لي لايك الا عجبكم الفيديو. كنقول لكم الصحه والراحه وفي وصفه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.